شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض النهاردة طاجن مكرونة بالصلصة وبطريقة سهلة وطعمه يجنن، واكيد لما تعمليه هتبطلي تشتريه. ويلا بينا نبدأ ونشوف المكونات. اول حاجة مية على النار بتغلي وهنزل فيها بالمكرونة علشان اسلقها. اهم حاجة خلي بالك علشان ما تعجنش منك، احنا عايزينها ماسكة نفسها. دلوقتي هحضر الصلصة. شوية من الزيت، عليهم 5 فصوص كبار من الثوم المفروم، وعليهم شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسود، وهقلبهم مع بعض بس مش عايزاهم يحمروا. اول ما ريحتهم تطلع هنزل عليهم بمعلقتين من الخل وهقلبهم مع بعض. وبعدين هاخد 3 معالق من الثوم ده واحطهم على جنب، وهقول لكم هنعمل فيهم ايه بعدين. هنا بقى نزلت ب5 حبات من الطماطم متقطعين صغير او مبشورين، وهسيبهم شوية على النار بعد ما حطيت عليهم رشة من السكر. ودلوقتي حطيت كزبرة، فلفل اسود، وكمون، وشوية من البابريكا، وشوية من الملح. هقفل عليها واسيبها تتسبك كويس. ودلوقتي الصلصة اتسبكت معايا، انا عايزاها تبقى متسبكة كويس جدا، يعني الزيت يبقى فاصل منها كده وطالع على الوش. وهجيب شوكة وهحاول اهرسها علشان تنعم معايا اكتر. وبعدين هنزل عليها بكوباية من المية ومعلقتين كبار من معجون الطماطم، وهقلبهم تاني مع بعض، وهرجع اغطيها واسيبها تغلي غلوتين. ودلوقتي هروح للثوم اللي كنت حطاه على جنب، هنزل عليه بعصرة نص ليمونة ومعلقة كبيرة من الخل وشوية من الملح وكوباية من المية، وهسيبهم يغلوا مع بعض. ودلوقتي رحت للصلصة لقيتها خلاص كده جهزت معايا، قفلت عليها وجيت هنا عند الدقة، حطيت عليها رشة من السكر وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكمون، وهسيبها تغلي غلوة كمان وهقفل عليها. وفي الصينية اللي هدخلها الفرن حطيت شوية من الصلصة زي ما انتوا شايفين، ونزلت عليها بنص المكرونة اللي سلقتها، وهرجع اوزع عليها شوية من الصلصة. كان عندي لحمة مفرومة متعصجة، هحطها على طبقة المكرونة كده زي ما انتوا شايفين، وهوزعها كويس. ورشة بسيطة من الجبنة الموتزاريلا، دي اختياري ممكن تستغني عنها. ودلوقتي حطيت الطبقة التانية من المكرونة وهوزعها كويس برضو، وهنزل بباقي الصلصة على الوش. لو انتي هتحطي جبنة وزيتون على الوش يبقى هتعمليه بنفس الطريقة، لو مش عايزة جبنة وزيتون يبقى هتحطي المكرونة تحت كلها، وطبقة اللحمة هتحطيها من فوق، وترجعي تحطي عليها الصلصة وتدخليها الفرن على كده، علشان ما ينفعش تدخليها والمكرونة كده مش متغطية، هتلاقيها نشفت منك ومش هتبقى حلوة خالص. دلوقتي بعد ما خلصت هحطها في الفرن، وبعد ما هتطلع هسقيها بالدقة اللي انا عملتها. الدقة دي يا جماعة بجد طعمها يجنن، وريحتها كانت قلب البيت كله، كأنك قاعدة في مطعم كشري بالظبط. جربوها بالطريقة ديت وهتنبهروا بجد. انا هنا كنت بقطعها علشان اقدمها في الطبق، بس خلي بالكوا بقى عشان ما تتلسعوش من البخار. طاجن المكرونة ده بيتقدم سخن زي ما هو كده، يعني اول ما يطلع من الفرن تقدميه على طول. هي ما بتبقاش متماسكة وبتبقى مفلفلة زي ما انتوا شايفين، بس طعمها بيبقى بجد جنان. والدقة تركة حلوة بتخلي طعمها في حتة تانية، وبجد فعلا كأنك بتبقى قاعدة في مطعم كشري، وهتبطلي تشتري الطاجن ده من بره وهتعمليه في البيت على طول من حلاوته. وبطريقة سهلة زي ما شفتوا، ما بتاخدش وقت كتير. واهم حاجة وقت التسوية، هتشغل الفرن من تحت بس لمدة ربع ساعة لحد ما الجبنة تبدأ تسيح معايا. هطفي الفرن من تحت واشغل عليها الشواية من فوق لمدة 5 دقايق بس. خلي بالك ما تسيبهاش كتير عشان ما تنشفش منك. وبكده هتبقى خلصت معانا، سهلة وسريعة وطعمها لذيذ لذاذة. جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.